بعد ما شفنا الطريقه السليمه لاستخدام الفرشه والمعجون، في سؤال هنا: هل الدم هيتوقف بصوره كامله؟ هو المفروض ان الدم يتوقف من خلال من 9 الى 10 ايام. طيب هو لو الدم ما توقفش بصوره كامله، ساعتها ايه الوضع؟ المفروض ان انت ساعتها تزور طبيب الاسنان، لان انت في الغالب بتكون بتعاني من تكلس طبقه من الجير على طبقه اللثه والاسنان، محتاج تشيلها عند طبيب الاسنان. طيب هو الجير ليه بيعمل لنا مشكله؟ الجير ده عباره عن طبقه متكلسه من البكتيريا بتفرز سمومها على اللثه والاسنان وبتعمل لنا مشاكل كتيره. طب هو يا دكتور المفروض ان انا اشيلها كل قد ايه، ولا اروح لطبيب الاسنان كل قد ايه؟ المفروض ان طبقه الجير دي بتتكون من خلال 6 الى 9 شهور. بس تعالى اقول لك على حاجه: هو مش كل الناس بيتكون عندهم الجير في الفتره دي، في ناس بيتكون قبل ال6 شهور، وفي ناس بتاخد سنه وممكن اكتر، يعني تكوين الجير عندهم على فترات متباعده. طيب يا دكتور هو المفروض ان انا اعمل ايه عشان اعرف ان انا اكون عندي جير عشان ازور طبيب الاسنان؟ انا هوريك الصوره دي عشان تعرف اذا كان في جير تكون عندك ولا لا. حاول تجيب مصدر اضاءه وتبص في المرايه، لو اتكون عندك الشكل اللي في الصوره دي يبقى انت في الغالب بتعاني من جير محتاج تزيله عند طبيب الاسنان. المفروض ان الجير ده بيتكون بصوره اكبر في المنطقه دي من جوه من هنا، وبيتكون في المنطقه دي. فانت لو شفته في المرايه ولقيته، يفضل ان انت تزور طبيب الاسنان عشان تشيله. وايه المشكله في الجير؟ الجير مشكلته غير ان هو بيفرز بكتيريا كتيره على اللثه والاسنان وبيسبب لي مشاكل كتيره، ممكن منها تراجع اللثه وانحسارها بعيد عن السطح المفروض ملامس للسن، بيخلي اللثه ملتهبه ومحمره احمرار قاتم بصوره مش لطيفه. عشان كده تنظيف الجير بصوره دوريه عند طبيب الاسنان مع استخدام الفرشه والمعجون في البيت بيوصلنا للون اللثه البينك الوردي الصحي الجميل ده. فشوف انت عايز تكون لثتك بشكل اللون الوردي الجميل ده ولا لا.